أكيد سألت نفسك قبل كده إيه الفرق بين especially و especially. especially معناها لغرض معين أو بشكل محدد، أما especially معناها بدرجة كبيرة أو بشكل استثنائي. وتعالى في الفيديو ده أشرح لك الكلام ده بالتفصيل مع الأمثلة المترجمة. أول كلمة معايا كلمة especially اللي ما فيهاش إي في الأول، ودي adverb يعني حال، ودي معناها لغرض محدد أو بطريقة خاصة، يعني عمدا أنت عامل حاجة دي لهدف معين أو لغرض معين. فبيقول التعريف بتاعها بالإنجلش for a specific purpose or in a special manner، يعني لغرض محدد أو بطريقة خاصة. It implies something is done intentionally or uniquely for a particular reason or occasion، يعني حاجة معمولة عمدا أو بشكل فريد لسبب أو مناسبة معينة، أنت عامل حاجة دي خصيصا للمناسبة دي. والمثال بيقول The cake was made specially أو intentionally for her birthday. The cake was made specially أو intentionally for her birthday، يعني صنعت الكعكة خصيصا أو عمدا لعيد ميلادها. This tool is designed specially أو uniquely for cutting wires. This tool is designed specially أو uniquely for cutting wires، يعني صممت هذه الأداة خصيصا لقطع الأسلاك لهدف معين أو لغرض معين. دي كلمة especially. أما الكلمة الثانية especially اللي معناها إلى حد كبير أو بشكل استثنائي أو بشكل خاص، معناها جدا يعني، ودي برضو adverb يعني حال. والمعنى بالإنجليش بيقول to a great extent، to a great extent، to a great extent or particularly، يعني إلى حد كبير أو بشكل خاص. It emphasizes بتؤكد something that is more significant، إن حاجة أكتر أهمية or noticeable than others، إن دي الحاجة دي أهم من غيرها، تمام كده، أو أوضح من غيرها. والأمثلة بتقول I love reading books especially fiction novels، يعني I love بحب الكتب عموما ولكن بشكل خاص أكتر من غيره اللي هو الفيكشن نوفلز، يعني I particularly enjoy reading fiction novels، يعني أحب قراءة الكتب عامة وخاصة روايات الخيال، تمام، يعني أستمتع بقراءة الروايات الخيال بشكل إيه خاص، يعني دي أكتر من غيرها، تمام. المثال الثاني بيقول she is especially أو exceptionally good at playing the piano. She is especially أو exceptionally good at playing the piano، يعني تجيد العزف على البيانو بشكل خاص، أو إنها بارعة بشكل استثنائي في العزف على البيانو. يبقى كده كلمة especially من غير الإي لغرض معين أو بشكل محدد، أما especially معناها بدرجة كبيرة أو بشكل استثنائي. وتعالى بقى نحط الكلمتين مع بعض ونقول The chef prepared this dish especially for the food critic and it's especially delicious with the new sauce. The chef prepared this dish especially for the food critic and it's especially delicious with the new sauce. يعني قام الشيف بإعداد هذا الطبق خصيصا عمدا، تمام كده، تحديدا لنقد الطعام لهدف معين، وهو لذيذ بشكل خاص أو لذيذ جدا بشكل استثنائي مع الصلصة الجديدة. أتمنى طبعا تكون كتبت كل الأمثلة والفرق ما بين الاتنين، وطبعا أكيد استفدت من الفيديو، فما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير مع أوسع عدد من الناس أو أكتر عدد من الناس علشان نقدر نكمل في المحتوى بتاعنا ده، لأن دعمكم بيفرق معانا. وما تنساش طبعا تحت في الكومنتس تكتب لي الكلمتين دول معناهم ايه، او اكتب امثله من عندك او من الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.